تفتكر ازاي هتنجح في حياتك بعد صدمة المجموع والتنسيق العالي ده، حتى لو انت جايب مجموع حلو؟ فاصلا التكليف اتلغى من يومين وانت اصلا بتسمع ان الثانوية دايما مش نهاية الدنيا وان مجموعك مش هو اهم حاجة. طب ايه بقى اللي فعلا هيحدد نجاحك في المستقبل بعد كده؟ هو ده اللي انا جاي اقوله لك النهارده. ومع نهاية الفيديو بإذن الله هتكون عارف ازاي تنجح في المستقبل وتختار كلية ايه كمان لو انت مش عارف تختار ايه. وكمان لو انت عايز منح فهقول لك طريقها عامل ازاي. بص، انت بإذن الله لو طبقت الكلام اللي انا جاي اقوله لك النهارده، انت بعد سنة او بعد 5 سنين او بعد 10 سنين هتحمد ربنا جدا انك شفت الفيديو ده. بما اني بقدم نصائح لطلاب ثالثة ثانوي عشان يعرفوا يجيبوا بإذن الله مجموع ويذاكروا كويس، فانا المفروض بالنسبة لي النجاح هو انك توصل لمجموع معين في اخر السنة. بس انا النهارده جاي اوريك الصورة كاملة واعرفك ان فعلا نجاحك في ثالثة ثانوي هو انك تجيب مجموع، ولكن التركة ان الكلام ده بيبقى صح لحد ما نتيجتك تظهر. انت وقت النتيجة لما بتيجي تركز بتلاقي ان تقدير الناس واحساسهم بالانجاز ليك وكمان الصورة السعيدة الجميلة بتبقى دايما لما بتجيب مجموع حلو في ثالثة ثانوي. فالنجاح المبدئي والمؤقت هو فرحة الناس بالمجموع، عشان بعد كده لما تيجي تبص بعد 15 سنين هتلاقي ان في مقاييس مختلفة تانية الناس بيدولك بيها نفس حالة التقدير اللي ادوهالك لما جبت مجموع. ساعتها بيكون النجاح الحقيقي وبجد اللي بيفرق هو النجاح اللي بيبقى ليه اثر على ارض الواقع. واللي انا عايز اوصله لك ان اللي انا بتمناه ليا وليك هو ان احنا باذن الله نحظى بالنجاحين والفرحتين. بص يعني انا من الاخر هجيب لك واقول لك ان مستقبلك اللي جاي كله هيمشي في سيناريو من 4، لان ربنا ادانا العمر ان شاء الله. بص، السيناريو الاول ده مش هتكلم عليه كتير لان هو بصراحه كده يعني هيبقى شخص محبط من دلوقتي لحد ما تفهمش هيبطل احباط امتى، بسبب ان هو ما عرفش يجيب مجموع في ثالثه ثانوي فخلى زعله عن النجاح المبدئي والمؤقت يضيع منه النجاح الاهم. وده الحقيقه مش ههتم معاك بيه قوي لان انا عارف انك باذن الله طالما اتفرجت على الفيديو ده فانت مش هتبقى منه. اما بقى بالنسبه للسيناريو التاني فده هتلاقيه شائع جدا ومعروف جدا جدا. عايزك تفكر معايا كده في شخص بيشتغل في المجال اللي انت كان نفسك تدخله او اللي انت نفسك تدخله وداخله خلاص، بس الشخص اللي انت هتفكر فيه عايزك تفكر فيه من النوع السائد اللي هو بيبقى محبط وعنده ازمات ماديه وشايف الدنيا سودة وبص يعني في قمه الاحباط. وعارف انت بقى لما تيجي وتروح تساله وتقول له مثلا هل انت قرات في مجال التسويق او خدت كورسات تسويق او اي حاجه ليها علاقه بالتسويق بحيث انك تتميز عن منافسينك؟ طب هل انت مثلا لو انا فتحت قدامك نشره اخبار بالانجليزي دلوقتي وقلت لك انت فاهم ولا لا، هل هتبقى فاهم بالدرجه الكافيه؟ طب هل انت بتقرا كتب وبتاخد كورسات عشان تطور من مجالك وتطلع من الوضع السيء اللي مش عاجبك اللي انت فيه حاليا؟ عارف من غير ما اشوفه كده هتلاقي معظم الاجابات لا لا لا، يا اما لا يا اما هيقول لك والله انا حاولت وما عرفتش. فالسيناريو التاني ده فضل النجاح المبدئي المؤقت ونسي وبرضه ما شغلش باله بالنجاح المهم. اما بقى بالنسبه للسيناريو التالت فده شخص ما جابش مجموعه ده لاي سبب إن كان، وبالفعل احبط شويه وعيط شويتين 3 4 لحد ما خلاص قرر ان هو يقوم من مكانه ودخل بعد كده الكليه الفلانيه. بس انا بقى هقول لك الكليه دي تختارها ازاي بعد ما خلصت لك السيناريوهات. وعرف بعد كده ان هو عشان يقدر يوصل لمرحله من النجاح المهم فهو قدامه في الكليه طريق من اتنين. الطريق الاول منهم عرف ان هو ممكن يكون من دكاتره الجامعه فقرر ان هو يشتغل على نفسه وفعلا قعد يرتب على الدفعه لحد ما وصل وبقى دكتور. اما بقى بالنسبه للطريق التاني فعرف ان هو محتاج يشتغل على نفسه ويشوف مجالات اكتر وفرص اكتر، فقرر ان هو يطور الانجليزي بتاعه ويبدا يطور مهارات التواصل مع الناس. بدا يقرا كتب وياخد كورسات ويحاول يطور نفسه مثلا في مجالات التسويق، يبدا يقرا عن الفلوس اكتر واكتر، فقدر يتعلم مهاره جنب الكليه وقدر يجيب منها فلوس. وكمان لما طور ذكائه المادي وصل ان هو مثلا بقى فتح بيزنس بعد كده بالمهاره دي. يعني تقدر من الاخر تقول عليه ان هو شخص يعني قدر يطور من نفسه لحد ما وصل للنجاح المهم. ولما وصل للنجاح المهم ساعتها بقى لما وصل كان قاعد يتفرج ويضحك كده ويبص على الاثنين الاولانيين اللي كانوا ماسكين في النجاح المبدئي، سواء واحد فرحان والتاني زعلان، قرروا يسيبهم من النجاح المهم. بس المفاجاه بقى لما تيجي تبص معاه هتلاقي ان في واحد تاني جنبه بيضحك برضه على الاثنين الاولانيين. طب هو مين ده؟ ده واحد برضه قدر ينجح النجاح المهم وفي نفس الوقت كان ناجح قبل كده في النجاح المبدئي، بس قرر ان هو ما يوقفش على كده ويبدا يطور من مهاراته لحد ما وصل فعلا للنجاح المهم. شوف بقى مهما تبحث محدش هيقول لك اي حاجه في الحياه الوظيفيه او العمليه غير الاربع سيناريوهات دول. وقبل ما اقول لك على الكليات عايز اقول لك ادخل جروب التليجرام لو انت مش موجود فيه، عشان هناك ان شاء الله هبدا من بكره انزل تحفيز يعني تقدر تقول يومي. كما ان قصتك في ثالثه ثانوي او قصص موجوده عندك انت حابب تنفعها وتشاركها مع الناس هاخدها انا واطلعها في فيديو من الفيديوهات واقول عشان ابدا معاك بالكليات. فهبدا معاك باول حاجه عن المنح. المنح تعمل فيها ايه؟ اقول لك المنح موضوعها طويل جدا، فانت عشان تختصر على نفسك وهقول لك مصدرين بالظبط. هما الاثنين بصراحه بودكاستين. البودكاست الاول بتاع احمد ابو زيد ممكن تكتب بودكاست احمد ابو زيد المنح، اما بقى بالنسبه للبودكاست الثاني فهو هتكتب دكتور محمد ايمن المنح. شوف بقى دنيتك وشوف انت عايز اصلا تسافر ولا لا. اما بقى بالنسبه للناس اللي ما تفكرش في المنح فاول اوبشن عندك هو انك تكون جايب اصلا مجموع عالي، فساعتها تبدا تدور على اي كليه انت عايزها وتخشها. بالنسبه بقى للاوبشن الثاني فهو اصلا انك ما جبتش مجموع بس انت اهلك معاهم القدره الماديه وحابين ان هم يدخلوك جامعه خاصه او اهليه بحيث يدخلوك كليه معينه، فساعتها خش كليه ويعني ماشي الدنيا.
اما بقى في حاله انك هتدخل جامعه حكوميه وانت ما جبتش مجموع الكليه اللي انت كان نفسك فيها، فانت قدامك بقى حبه كليات تقدر تقول ان دي فعلا ليها مستقبل ان شاء الله. اول كليه منهم هي كليه تمريض، وكليه تمريض بصراحه فيها عجز ومحتاجه شغل كتير ومحتاجه ناس كتير فعلا تدخل. لو قدرت انت تشتغل على نفسك فيها كويس هيكون ليك فرص كتير جدا للسفر بقى بره او انك تشتغل هنا في مصر. كمان لو انت طورت ذكائك المادي ممكن بعد كده تحولها لبزنس. الميزه كمان ان ليها معاهد مش بس كليات، وبرده زيها كده يعتبر كليه حسابات ومعلومات اللي هي اصلا دلوقتي المستقبل، وكل حاجه دلوقتي قايمه على الذكاء الاصطناعي والبرمجه والفوتوشوب وكل الكلام ده. فطبعا هي من الكليات اللي ليها مستقبل جدا، وكمان ليها معاهد لو انت ما جبتش مجموع الكليه نفسها. في ناس كتير هتلاقي دخلت كليه زراعه، ومن طريق كليه زراعه بداوا ان هم يفتحوا معامل تحاليل لنفسهم، وساعتها بيبقى اسمهم دكاتره على فكره. فدي برده مجالها حلو وتقدر من خلالها تعمل لنفسك فرصه حلوه في المستقبل. ومن الكليات اللي ليها مستقبل برده واللي بتفتح لك فرص ومجالات كتير جدا هي كليه لغات وترجمه، انك بتبدا تدرس لغه تانية او لغات تانية كتير، وتبدا ساعتها فعلا تفتح لك ابواب كتير. وعلى فكره انت ممكن تخش مثلا اي كليه من اللي انت بتعتبرها ملهاش مجموع وناس بتعتبرها ملهاش مجموع، هي مثلا زي كليه تجاره. خليني اقول لك، لو انت اشتغلت على نفسك في كليه تجاره وبقيت فعلا عندك مهاره واحده يا عم، مهاره واحده زي مهارات التواصل، انك تتعامل مع الناس، وقدرت انك بفرصه او بتانية تلاقي لك فرصه شغل بره مثلا في اي دوله من دول الخليج. انا عايز اقول لك ان في محاسبين بيلاقوا فرص عمل في المستشفى، هو ان هو بيبقى ماسك الحسابات او ماسك مثلا استقبال او حاجات كده يعني، لكن لان هو كفاءه وعنده قدره على التواصل، فصاحب المشروع نفسه ممكن يخلي حمل المشروع كله عليه، وساعتها بيبقى هو حرفيا اكتر واحد متحكم في المستشفى او في المستوصف الطبي. انا عايز اثبت لك بس ان فرص النجاح كتير جدا، والناس اللي عايزه تنجح فعلا هي اللي بتطور من نفسها زي ما قلت لك. وهنا انت ممكن تسال سؤال وتقول طب ما هو كده اي حد ممكن ينجح وممكن اي حد يوصل للنجاح، ويعني ممكن تقول مثلا انا شخصيا ليه مثلا لحد دلوقتي ما بقتش من اهم صناع المحتوى. ان عايز اعرفك انك تاخد معلومه وتعرفها وخلاص كده حاجه، وهو انك تبدا تشتغل عليها وتطبقها وتنفذها دي حاجه تانية خالص. اوعى تكون فاكر ان اي حد هيسمع نصيحه هيروح يطبقها، ولا اي حد يسمع نصيحه ازاي تبقى ناجح هيبقى ناجح. نجاح من الاخر هو عمليه طويله المدى من خلالها انت بتبذل مجهود كبير لفترات طويله، فمش اي حد بيقدر يبذل المجهود ده. انت عارف بيبقى 10% بس من اي مجال بتلاقي فيه ناس ناجحه. انت من الاخر لازم تطور نفسك بجد ايا كانت ايه الكليه اللي هتدخلها. لو انت عايز تطور نفسك في ايه وتبدا منين، فانا هسيب لك فيديو الاجازه اتكلمت فيه عن الموضوع ده كاملا.